هل في عقارات في مصر بتزيد من 30 ل 40% في السنة؟ بنسمع مؤخرا إن في عقارات اشتريناها مثلا ب 5 مليون السنة الجاية بتبقى ب 8 مليون أو ب 7 أو ب 10 مليون. هل في مناطق في مصر فعلا العقارات ممكن توصل فيها لزيادة سنوية من 50 ل 100%؟ هل ده حصل قبل كده؟ بالفعل ده حصل قبل كده، لكن الموضوع هنا مرتبط بأماكن معينة ومشاريع معينة. أنا في الفيديو ده حابب اقول لحضرتك على بعض المشاريع والمناطق اللي ممكن لو اشتريت فيها تلاقي ان العقار بيزيد فوق الحالة الطبيعية بتاعته. الحالة الطبيعية في مصر ان العقارات في الاماكن اللي فيها تمدد عمراني بيزيد من اول 20 ل 25%. ده لو في ثبات، مفيش تضخم، في ثبات في العملة، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، في استقرار. اما في الاوضاع الغير طبيعية العقارات بتوصل فيها ممكن لغاية 100% في اقل من 3 سنين او في اقل من سنتين. هل ده بالفعل حصل؟ حصل. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت، وخليني اقول لحضراتكم ايه هي المناطق وبعض المشاريع اللي حصلت فيها زياده وصلت لغايه 100% و80% في خلال سنتين او ثلاثه، يعني اولموست في السنه من 30 ل 40%. وايه هي المناطق اللي ممكن حضرتك تستثمر فيها وتوصل للحد ده. هي عددها بيبقى قليل جدا طبقا لاخر احصائيات، بس خليني اسرد لك الموضوع بطريقه منظمه. مبدئيا، ايه هي العوامل اللي خلت مؤخرا في اخر 5 سنين او خلينا نقول في اخر 10 سنين الاستثمار العقاري في مصر يبقى قوي جدا وعليه اقبال كبير جدا، وصل لدرجه ان بقى فيه استثمارات اجنبيه مباشره في مصر؟ رقم واحد، أول حاجة وهو عامل الأمان. مصر طبقا للتصنيف الخاص بعوامل الأمان كل سنة لو حضراتكم بتتابعوا الإحصائيات دي بتزيد عن السنوات اللي فاتت من ناحية الأمن والأمان. رقم اتنين، الأوضاع السياسية حوالينا جغرافيا فيها مشاكل كبيرة جدا، لكن تظل مصر أكتر دولة مستقرة سياسيا. رقم ثلاثة، لسه الاقتصاد لسه في التصنيف الائتماني لو حضراتكم بتتابعوه. التصنيف الائتماني في مصر في 2025 اتحسن، وبقت مصر من اكتر الوجهات العالميه للاستثمار، ودي موجوده ونزلت في كذا منصه اعلنت عن ده. فدي عوامل بتخلي الاجانب يستثمروا في مصر. طيب، اخر احصائيه لسنه 2024 بتقول ان نسبه مقارنه ب 2022 و 2023 ان نسبه زياده الاستثمارات الاجنبيه والخليجيه العربيه وغير العربيه زادت بنحو 19%. يعني اوفر اول من ال 100% هي وصلت لغايه 36% استثمارات اجنبيه. طيب، الحاجات التانية اللي كنت عايز اقول لحضراتكم عليها اللي هي تقدر توصلك لو انت حد بتفكر تستثمر في القطاع العقاري وتاخد اعلى عائد على الربح يكسر الحد الطبيعي من اول 30 بيوصل لغايه 40% في السنه الواحده. هقول لحضرتك عليها دلوقتي، بس خليني بس ادخل الدولار في حاجه معينه. الدولار كان من 3 سنين او 4 سنين او نقدر نقول 5 سنين كان ب 15 جنيه. الدولار دلوقتي ب 51 جنيه. الزياده قد ايه؟ تقريبا مرتين او 3 مرات زاد، يعني 300% تقريبا. العقارات زادت في ال3 سنين في حاجات وصلت من اول 100% وصلت لغايه 400 و500، وصلت ل 800% في زياده العقارات. طيب، ودلوقتي في استابيليتي في سعر العمله، يعني حضرتك دلوقتي في استقرار في سعر العمله. احنا بقى لنا اهو سنه تقريبا داخلين على سنه الدولار من 50 51 52 في الرينج ده، ففي استقرار في الدولار. فاذا الاستثمار العقاري هو الافضل والاقوى. لكن موضوعي، حضراتكم عارفين المعلومات دي كلها، موضوعي والاهم هو البحث اللي انا عملته ده طالع اقول لحضراتكم يعني نتيجته ايه. في مصر دلوقتي حضرات عارفين احنا في 7 مناطق للاستثمار: الساحل الشمالي، العين السخنه، المستقبل سيتي، التجمع الخامس، التجمع السادس، وايضا منطقه نيو زايد او زايد واكتوبر. دول 7 مناطق فيهم استثمار وتمدد عمراني واستثمار على اللونج تيرم. طيب، المناطق دي حضرات
بتشمل تقريبا في حدود 614 مشروع. 614 مشروع بيتبني في المناطق دي. ال 614 مشروع انا طلعت لحضرتك منهم 200 مشروع هم اللي تقدر تستثمر فيهم، شامل سكني فندقي، اداري، تجاري، طبي. طيب، ومن السبع مناطق دول هسكيب العين السخنة مش عشان هي وحشة، انا بتكلم في المشاريع اللي تشتري فيها زيادة الاسيتس نفسه او الوحدة اللي انت بتشتريها تزيد في السنة من 30 مينيمم ماكسيمم 40%. فطلعنا من ال 614 200 مشروع متقسمين ل 180 مشروع بيزيدوا حد ادنى من 30 32%، والمتبقي من ال 200 يعني 20 مشروع تقريبا دول اللي بيوصلوا لغايه تقريبا 40 او 39% في السنه الواحده. هدي امثله. في مشروع في العاصمه الاداريه الجديده لشركه انفينيتي تاور، من اميز التورات اللي موجوده على العاصمه على الاطلاق، بانيين وكل بقى المعايير، بانيين وطالعين وشركه ومطور وبرودكت محترم ومبنى صديق للبيئه والاستثمار فيه بيوصل لده. اسالوا حضراتكم السنه اللي فاتت كان بكام ودلوقتي هيبقى بكام، او دلوقتي وصل لكام. طيب، الساحل الشمالي في مطورين زي مثلا هندي امثله زي تطوير مصر، مش مطورين كمان A بلس زي تطوير مصر ايطاليا، وطبعا الاي بلس زي طبعا بالم هيلز وصودك ومرسى باجوش، سيلفر سينس بتاعت نجيب ساويرس، زادوا من مقارنه 2023 2024 وكسروا ال 40%. في التجمع الخامس مشروع زي ريتكون وبعض المشاريع السكنيه اللي موجوده في منطقه الجولد سكوير وبعض المشاريع الاداريه والتجاريه في منطقه الجامعه الامريكيه والله كسرت ال 40%. بس مش عايز بس ابالغ، دي الاسعار اللي موجوده يا حضرات. طيب، هل المشاريع دي هيزيد عندها تاني الاسعار هتزيد في المشاريع دي تاني؟ طبعا هتزيد، لان لسه المشاريع تحت الانشاء ولسه المشاريع فيها متبقي من الانفنتوري من 30 او 35%، فلسه في مسافه انك انت تكسب ده. وطبعا لسه في بقيه ال 200 مشروع. انا في شركه توب مانجمنت بقدر ان انا اقول لحضرتك تشتري فين في المناطق اللي تقدر تكسب فيها على الاقل من 30 ل 40%، وتقدر ان انت كمان لو ده كل ده من غير ما تأجر الوحده. لو أجرت الوحده بعد الاستلام بيجي لك عائد تاني، فاصبح الاسيتس بيزيد مع الايجار بتاعه، تحطهم على بعض هتحقق ارباح عاليه جدا. ولو في اي استفسارات للاستثمار في جمهورية مصر العربية تقدروا حضراتكم تتواصلوا على الارقام الواتساب، وانا اقول لحضرتك ازاي في اقل من 3-4 سنين تضاعف ربحك X2 او X3 او X4 حتى. شكرا.